ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الجنة العاجلة المؤدية إلى الجنة الآجلة والله على ما نقول وكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمدنا المختار صلى الله عليه بتسليمته هلاه هلوم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل وجه النبي المسايا في يدي أخجل شمسا مخجلا بدر يدي ذكاء حق للمنتقى فاق العقول أزهر معقولا بدت منه نقول بين ما مضى وما سياتي منه الأحاديث مع الآيات أنا له الله تعالى ما حجز عنه سواه وله الوعد نجس لسانه وقلبه والبدن لم تنهه شقاوة أو ددن لقنه الله كتابه المبين أسر ما بان وما ليس يبين أقرأه من لوحه والقلم من سانه عن ريب وظلم هرب إبليس مع الخبيل لغيره وفاس بالسبيل منع إبليس الحين منه منذ أتاه العلم من لدنه نفى اللعين لسوى المشفع من خاد لي مجل كل مدفع إلى سوى القرآن خدنا اللعين في أبد وسبه ترد المحيم لا ينتهي شيطان جن أو بشر إلى خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سيقا لسوا نعوي ويسبون أو هني سوا يندم إبليس ويسبو معا مما مضى ودحهم من قما ترد إبليس الضعيف الكيد من سانني عن مرض وميد من سانني عن مرض وميد إلى سوى نبينا الخناس بنفي من له أنا خناس ناجنا بي قبلها ما جيسسي ولسواي خدنا في مسسي أسبب باخ لا يسأل دافعا لغير الأعداء والمدافع لا ينتهي لجهة الشيطان ولا لما لسانه لوتان رجم إبليس الرجيم الله وعنه سانني نعم الله جاد له هني رب المانه ولا ستنوجت الموانه يقيني الباقي شياطين الورى وكلما عني ينقص وراء منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشروا صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره آمين يا رب العالمين. أصحاب الجنة إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كويته الملام صلى عليك أبدا مع سلام في الآل والأصحاب ربنا السلام. خذت مقاما دونه كل مقام يا نور كل حابد سام وقام أنت الذي أخرجنا من الظلام بك لنور من هباك بالكلام. بشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا ذا تمام. أنت النبي والرسول والهمام بك انخياد الصالحين بالزمام. لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى احترام. جاد لنا باق تعالى عن منام بك فأنت سيدي خير الأنام.
نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دهام نويت شكره عليك بخلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام هديتي خذ كرما بلا انصرام يا قائدا لي من إلهك المرام تبت لربي زائرا بذا النظام لك وقبله هبوت بعزام هم فيها خالدون هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية ملكني الماهي هدايا كافية كل أذن من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر سيدي هروف الداعية إلى جنانه إلي الساعية هديتي إلى النبي صافية بشارة له خيورا ضافية إن خلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية خدمة خير العالمين جالية قاليني فالدور منه خالية أحمدنا الرتبة جارا عالية تعلي محبه وتخفي قالية لأحمد المختار قلت الخافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوحدي لست دار الناسية ناجيت فيه لجماد الثانية من المحرم القطوف الدانية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس محمد وآله وصحبه صلاة وسلام وبركة تنصر بها علي بركات ذلك القول وتهييني وتطول عمري به فيك وفيه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. وجل هذه القصيدة التي أخذتها منه إسنا من أذنك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا وبارك لي فيها ولكل من نافسها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا. وقعني أفيس قاهر جل مانه جميع الأذى والخير لليوم طائه أجارني القهار من جملة العدا وخانتهم أرماهم والمدافع لو جل كلي وربي وحافسي به ينتفي عني البلاء والوقائه لو سرت عبدا والمخفى وسيلتي وأصحابه أسد الأهادي وداره هو الله يحميني ويحمي جميع ما ليختار في الدارين والله واسع يقيني الأذى فضلا ويعطيني المنى به تنتفي دهرا لغيري خواته حليم حكيم قد هماني بحكمة ويكفي جنابي شر ما هو واقع صلاة وتسليما من الله أبتغي لمن كان بالطاعات عبدا يساره محمد المنجي دواما خديمه مع الآل والأصحاب نعم المطاوع كريم به أرجو من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع من الله رب الناس أرجو سعادة وأن يقبل الأعمال والله رافع نجاتي وإن جائي وعوز استقامة أحاولها بالله والقلب قانه أحاولها بالله والقلب قانه إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع لو سرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى ضيخم الهدى من الجود ينفي الفقر والسيف قاته إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماهي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع الله موجود بغير موجد فإنه موجد كل موجد الله كامل مكمل سواه الكون كله له وما حواه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد أيسه مني بلا تسليتي شيئا منه على شيء مني أبدا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان
أيس مني الله عند جولي إبليس إسناديت بيا ولي نفى لغير الله خبل فندري بأهل بدر الأسود كدري نفى لغير الله فندكار كل سن لي جره مكار علمني الرحمن في السفينة بأنني خديم ذي المدينة برأني الله لدى كناكري من كل جالب إلى المناكر أذهب عني الله في قرنبسا قبل مبارزي وعني خلبسا داني الرحيم عند داومي له بما أغناني التساوم يسر للمنى لدى لبرولي من قاد لي ما غاب عن كل ولي لي قاد أهل بدر الأسودا من زهزه الواشي والأسودا يقود لي حيث أكون الله تبشير لا إله إلا الله ساق لغير الله فيه ما ينبع ما ساق قلبي ولا الجنبا لله قد وصلت عند قلوى وسانني هما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البهور كفت حياتي هي للمدهور علمني العليم عند الزاخرات مما يشاء وكفاني الكافرات لم ينوني عند البور المغرقات داه لخمر أو دواء الفاسقات يسر للجميل عند المهلكات ما صانني عن جالب للمشركات هبات من لي كان عند الواسعات قادت لكلكل الردى وساتعات مدى لي الأنوار عند الظلمات وظالمين من كفاني الصدمات سعادتي عند الإله الله لي زارت عند ذوي الملاهي لم ينهني عند ذوي الخمور سوى رضا باق له أموري تهرني الله لدى أهل الكتاب من الشقاوة ومن كل تاب أكرمني عند ذوي الإشراك من قادني إليه بالإدراك ناجيته بيا نسير يا ولي كفيتني إبليس عند جولي وإن يردك بخير فلا راد لفضله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لا ريب فيه من رب العالمين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله إن هذا لهو القصص الحق بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه هني أبدا بقدر عظمة ذاتك يا أحد واجعل قلبي بلدا طيبا واخرج نباته بإذنك وانصر علي بركات هذه الحروف التي ابتدأت بها خدمته صلى الله تعالى عليه وسلم وجهت كلي للودود الصمد ساخدمة للمصطفى محمد الحمد وشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد لي شمل عدو غاشم ربي بجاه المصطفى من ياسم لي جاد ربي بنوال قد أناف بالمنتقى المختار من عبد مناف دعائي استجاب بالمفي ربي بالمختار من قصي أسأله نيل المنى بلا استلاب ولا غرور بالنبي بن كلاب ليجد بخير وكفني مضره ربي بجاه المجتبى بن مره طيب فؤادي برد صعب لي أبدا بالمنتقى من كعب يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا ربي سق لي جملة المطالب بلا حساب بالنبي بن غالب بديع ساخر لي كل شهر وكل يوم بالنبي بن فهر يا خير ناصر وخير مالك انصر ومالكني بابن مالك خبيئتي وعزتي وندري كونك لي فليكن بالندر
رد للغداء ولياب جنانه بالمصطفى المختار من كنانه جد لي بما به أنير خيمة وغيرها بمن أضاء خسيمة نجي جنابي من جوار مشركة ومشرك بالمصطفى بن مدركة بارك لي اللهم في قياسي بمن جعلته ضياء الياس انصر جنابي هند سير وحذر ولك خربني بجاه ابن مدر تفضلا علي ربي أن أسار فيك وفي خير الورى نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد أنجزت لي الوعد بأفضل ماد وابتلي فضلا إلى الجنان يرفع كل بالنبي العدناني بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكرم رب العرش ذا النورين ووالد السبتين في الدارين ذبت صحابة النبي الأتقياء عليهم الرضوان مجرى الأشقياء نفى اللعين من له هيسوم ما لدى فجند محسوم رفع أهل بدر الإسلام وزازه الفجار والظلام باء بما يسوءه الخناس وسر من له أنا خناس بان لنا التوحيد والفقه ما تصوف بمن دانا كما هدية الله الودود الصمد أبقت حياتي بالنبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي جميع ما عصيته في الماضي والحال واعصمني من المعاصي في الحال وفي المآل آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنصر بها علي بركات قولك ووصينا الإنسان بوالديه حسنا نصرا تغفر به لوالدي مغفرة تبدل بها جميع سيئات مع حسنات وتجعل بها هذه القصيدة وسيلة لهما إلى الجنة التي وعد المتقون بجاه سيد السادات عليه خير الصلوات وجهت وجهي لمن لي تيا وبداهيا لوالديا وجهت وجهي له بالحمد ذا توبة من خطأ وعمد صل على خير ورى محمد وآله وصحبه يا صمدي صل عليه بسلام وغفر لوالدي والحقوق كفر يا من هباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بالذي التقديم حن نجهما من العذاب والحساب بالمصطفى ومن إليه انتساب وكتب له خير صلاة بسلام بآله وعنهما كف الملام أنت الغفور لغفرا ولهما ولسوي الإسلام ولتنهمهما لك توجهت أروم منك فوسهما وقد رديت عنك اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من إتاب سلمهما من الأوجال في النسر والحسر ومن إخجال سلمهما من الأوجال في النشر والحسر ومن إخجال ارحمهما ربك ما قد ربيا ني صغيرا بإمام الأنبياء نبيك الهادي الورى محمد صل عليه بسلام سمدي بجاي ناسيم سدني تيا واغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وغير إسعاد وخير تبشرة ارحمهما في الخبر والقيام والنشر والحسر وسد خيامي لا قيام كل ليل بالصور ونجني من الغفول والخور دعوتك اللهم يا مجيب بجاي من بجاي تجيب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب لأبي وهب لأمي سرمدا مغفرة ورحمة بأحمدا وتل الحقوق والذنوب عنهما بجاي العسيم ولتكرمهما سق الصلاة للنبي بسلام في آله ولهما كن يا سلام نق صحيفتيهما من كل ما
يجر ضيقا ومه وسلما أجب بجاه المصطفى وسليا عليه بالتسليم واذكر كليا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تغفر بها لي ولوالدي ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عصما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعني على ذكرك وشكرك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه الخدمة بشارات ولسات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة التي وعد المتقون وكتب له عليه الصلاة والسلام فيها ما لا يعلمه غيره مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبدا. أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماء الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باقي مسيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مذ زمن ما صفى ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ومن مدادي خذ له ما شاء يا من له وجه الإنساء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لذاك قاهرة على الذي آتيته أقلامي مذ زمن بأبيض الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ومن كلامي خذ له تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برداك زائرة على الذي آتيته خرطاسي بخدم دمة الأوتاس سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ومن قراطيسي لو خذ الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي خدمته قد أخرجت مني هيوب يمن فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وخذ له من خدمه سرورا يا واهبا وابلي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء ما سلام مردية على الذي أرديته سنينا مجاهدا مغتربا سنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وخذ له من خدمي ما سرا يا من كفاني من وسع واخترا واسم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعات إنك الموت العليم واجعل جواري يا أوتان هداك إلى الجنان السالمات من هداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رداك لهداك غالبة
على الذي جعلني لديه كسابي مسليا عليه سيدنا محمد وآله وسابه في الآل والمآل وخذ له من أمري فوق المنى وعندك جعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة ما سلام لا يسال ناميا مما يدرني جيتي ياميا على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصحبه والتجعل جميع خدمتي ردا تنجعل يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة ما سلام النور لا ينقطع على الذي به أذى منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني الغدا واللوما يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة ما سلام جالب لي ما أحب مساسا لخيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا ولا لوساب عمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل در ما سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي به تقود للغرض بلا عيدا ولا سن ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة أن يسل كل شهر وسنة ما سلامك على المشفع من قاد لي مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من غدم حلاوة بلا كدر وجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرسك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بآق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وابلغوا يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد وجعل كتابتي مساء ياقوتا له وزينا يزدري ياقوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي ما لنا أول ملام وخادني إليك يا رب بك وقدتني بك له بك سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وابله يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تسول تارئة إلى سوانا قبل أن تنتهيا يا من لديه ضرري قد مهيا ما سلام أمري يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي ورسول أحمدا والآل وصحبه وخط أحمدا وجعل حروفه كل عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في خط البشر يا خالقا جعلته خير البصر وجعل حروفه كل عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في خط البشر يا خالقا جعلته خير البصر وجد له يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الدر لغير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نذيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم من ففضلا ما سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا
نورا لهم محمد والآل وسابي في الآل والمآل وهب له يا ربي يوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومسمعا ما فيه كل ملك وبشر يغبط من سيد وبشر واجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وخلمي سنين ما ودادي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وفي الخميس أبلغ فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا وفي الخميس أبلغ فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا سل صلاة تسهب من خسدوا دريما فتذهب إلى سواي سرمدا مع سلام لغيرنا يسب من بهم سلام على الذي وجا جند الله الغالبين لسوي الملاهي وساسه لغيرنا الكفار كما مع الإخراج والإسفار سيدنا محمد والآل وسابه في الآل والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يسرفهم لخير عبدك الخديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمعه يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام ليقود سبقا على الذي وابل الكتاب ولي لا يوجه النتابا سيدنا محمد والآل وسابه في الآل والمآل وابلو يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت وجل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه وجل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الآت وابلغ الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورفع إليه سبحانه ما ذكرته وشكرته به بقولي فيه سبحانه تبارك وتعالى لله شهر رمضان لله ربي سل الوجود والخدم مع البقاء كليتي بلا ندم لسي المخالفة للحوادث كل وجاد لي بعلم حادث إلى الذي الخيام بالنفس وجب له آياتي وداني بالعجب هدى الذي لهوته والوحدة لي قاد ما لاختار وادي وحده شكرني مساسي المعاني بالمعنوية وبالمعاني هدم ذو الإدرة هدم ذو القدرة والإرادة بنا عدوي لم ينل مراد رضي سل العلم وسل الحياة هني متيبا به حياتي رفع ذو السمي مع البصر ما خدت له عبادة مكرمة مد لي القرآن سل الكلام مساسا إبليس بالكلام ضم إلى أعمال أهل بدر خطي باخ لي جل قدري إذا كتبت فر إبليس بلا وقف ولا يرى لدر مقبلا نفى الذي له الوجود والخدم لغير العداء وكل سوء ندم واده وصيامه واجب علينا وأعاننا عليه وله الحمد والشكر على ذلك وعلى خيره من جميع نعمه الظاهرة والباطنة في الماضي والحال والاستقبال بسم الله الرحمن الرحيم لله شهر رمضان لله سكري على الكتاب كما بي أعوذ من عتاب لو انصرفت بجميع الحركات وسكناتي والآيات بركات لو صرفت السعي والنيات وكرما لي جاد بالآيات هبات وافرة هندي بلا مكر ولا تخرر ولا بلاء شهدت أن الله لا رب سواه الكون لله وما الكون هواه شهدت أن الله لا رب سواه الكون لله وما الكون هواه هداه أطلب به أشواكون وفعله يصدر من كن فيكون رجوت أنه لغير نحوي ساق لسالي غافرا بالمحو ردا لغير جيتي وذاتي ما لا يليق شاكرا لسال الذاتي ردا لغير جيتي وذاتي
ما لا يليق شاكرا لذاتي مد لي الخيرات دون غيري وبالنبي له انتهاء سيري بيعه لغير ذاتي أسبا كل ظلام واسا فسابا أسأل بحق وجهه العظيم قبوله من يذدر النظيم نويت شكر الله بالكتاب وهو يعيسني من العتاب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما شهر رمضان ربيع الأول عام لسس شكر الذي له الوجود والقدم مع البقاء قد اعتلت به الخدم هبات رب الخلق المخالفة حمد مطيع الأمر عن المخالفة رب الأراضي والسماء ذو خيام بنفسه مني تقبل الصيام رفعت كلي إلى ذي الوحدة والحمد لله تعالى وحده ملك الذي القدرة والإرادة له يكون الذي أراده له يكون الذي أراده دم الذي العلم له مع الحياة ما شاء لمن شاء بأفضل مياه إن الذي السمع له والبصر مع الكلام خير موت ينصر نفو الذي ليس يسال قادرا ولم يسل يؤتي عجيبا نادرا رد مريد عالم وحي ما ساني وما ناني خي بر سميع وبصير بالعباد ومتكلم مكاره أباد يفعل من يجوز فعل الممكن والترك في كل ما شابكني على المؤثر بغير تبع وقوة أسني وصفاء تبعي الصدق واجب مع الأمانة لمن لنا تبليغ أمانة لأحمد المختار ولجميع رسل ربنا المقدم السميع إلى سواهم كذب خيانة كتمان شيء كلفه بيانه وجه صلاة وسلاما سرمدا له وللجميع من همدا وسلت ما لهم يجوز من بشر مما يزيد الأجر في أمر البشر له سلامي بيل وسحاب أوصل كما قلت لنا نفساب على الكتاب والنبي والأمين أذكرك الدار إلى العالمين أذكرك الدار على بشر القدر يا باقيا كفيتني يوم القدر ملك يا من جل عن هلاكي سلم على جماعة الأملاك لوجهك الكريم سل عني وسلما على النبي بالمن سلبت كل الحمد والشكر لك على النبي والذكر نلت فضلك شكرت ربي سل وجود والقدم على الكتاب والنبي المولي القدم في محرم وسفر وربيع الأول وربيع الآخر وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان وشهر رمضان وسوال وذي القعدة وذي الحجة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان